من اروع ما في المطعم هنا مشهد خروج اللحمه من الفرن. انت بتشوف قطع، اولا بتشوف غابه من الضباب من الدخان، ويطلع حته اللحمه في الفويل. فتحه الفويل نفسها اجرام، انت بتشوف حته جوهره. انت بتتفرج على مشهد من اروع المشاهد اللي ممكن تشوفها في حياتك. لحمه دايبه خارجه من السموكر، قوام مختلف، حاجه جديده انت شفتهاش قبل كده. طول ما هي بتتقطع بتطلع من الجوز بتاعها اللي المفروض محتفظه بيه جواها، لانها طريقه التدخين دي ما بتخليش الحاجه تفقد الجوس اللي فيها، فبتطلع جوسي قوي. يعني السجق نفسه، السجق انت لو شفته وهو خارج من الفرن جوسي زي ما بيحطه، محطوط على تتبيلته زي جبنه كده، فمع التدخينه وهو بيقطع بتبقى بتشر صوص وجبنه. مشهد مهيب. كيفه اللحمه النهارده جايب لكم اوفر دوز لحمه، ولحمه من اللي هي ريحتها، بس انتوا لو شاممين الريحه ان انا شاممها دلوقتي، ريحه التدخينه دي اعصابكم هتبوظ. تعالى يا احمد. دي الشورت ريبس اللي استوت 12 ساعه مدخنه. طبعا دي حته العظمه اللي المفروض يعني ايه بتبقى طالعه. بص اللحمه عامله ازاي. دي لحمه بلدي كندوز مستويه في الفرن مدخنه على الحطب 12 ساعه. ايه، انا عايز اروح هنا عشان دي اكثر. بص يا نهار اسود. دي لحمه اللي بتاكل بالمعلقه. تسلم ايدك. بص انسجه اللحمه متفتته من بعض ازاي. كمان اللحمه البلدي لما بيتعمل فيها كده يا باشا، انت بتجمع جمال شمخه اللحمه البلدي اللي احنا كلنا بنحبها مع طعم التدخينه اللي جاي من الحطب، اللي هو معرفش حطب فاكهه. يعني انا اصلا دخلت ريقي جري على الحطب، على ريحه الحطب، يعني على قوام ال 12 ساعه. انت واخد بالك دي جامعه 3 مميزات في ان واحد. تعالى يا احمد، ده بصل معمول هو بيوصل للاحمر كده ازاي يا جماعه؟ طعم اللحمه نادر، نادر لما تلاقي الطعم ده في اللحمه. نادر اوفر دوز سعاده قولا واحدا. تعالى يا احمد، دي البريسكت. البريسكت دي يا جماعه حته اللحمه اللي في يا نهار السوح. بص عامله ازاي. يا نهار السوح. حته اللحمه دي من انعم القطع بتبقى في العجل. دي بتبقى فين؟ اللي شفتوا راس العجل على رقبه العجل، بعديه جزء كده بيتسمى دوش. الدوش ده بيبقى فيه جزء فيه دهون وقراقيش وكده، وجزء حته لحمه بيسموها حمراويه ولا حاجه كده. حته لحمه ناعمه جدا لما بتستوي على 12 ساعه في الفرن بالحطب بتبقى هي دي النتيجه. بص عامله ازاي. بص عامله ازاي. واو. تعالى بقى، دي بقى هنروح رايحين لها. ده صوص ايه يا جماعه؟ اسمه ايه؟ صوص هيكري. هيكري اللي هو فيه مدخن يعني. انا بقى بحب الرز مع الكلام ده جدا. انا عارف انت اعصابك بايظه، انا لو منك اعصابي هتبقى بايظه. محمود تعال. انا متاكد ان اعصابي بايظه عادي يعني. اذا كنت انا اعصابي بايظه. الحركه دي كنت عايز اعملها من ساعه ما قعدت. عايز احط عسل على حته العسل دي. دي حته لحمه زي العسل. بالمناسبه رينج الاسعار في ميت اوفر دوز مختلف تماما عن اماكن بتقدم نفس الاكل. يعني البريسكت ب 420، الشورت ريبس ب 500، الفراخ ب 300 وشويه. لا هموت واجي عند الفراخ دي. غير ان احنا لينا خصم في ميت اوفر دوز 15% لمده اسبوع من النهارده. يعني بكيفه اللحمه انا مدلعكم اخر دلع. تعالى يا احمد، بص البرنس ده بقى. دي اللحمه اللي دبوس رومي بالحجم ده توصل تسويته لان تبقى حتت اللحمه ناعمه ومفصصه من بعض كده. يا واقعه يا واقعه. انه التدخين يا جماعه، والله العظيم التدخين ده من اروع لا تدخين اللحمه مش تدخين السجاير يعني. تدخين اللحمه
على طبعا على فتره كبيره، يعني 12 ساعه زي هنا بيعملوا، بيودي اللحمه، اي لحمه بقى، فراخ بتاع بط. طب ايه، بسم الله. عمر ما لحمه الديك الرومي ممكن توصل بيها لقوام زي ده. ها، القوام ده ما يجيش الا بفتره كبيره جدا في فرن معمول طبعا بطريقه مخصوص. الافران دي بالمناسبه غاليه جدا 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 يعني. هو انا لو اتعاملت مع البرنس ده اعمل ايه؟ نفسي اشمم الناس الريحه. انت عايزها ولا انت كنت مستنيها؟ ماشي. ده العظم ده بيبقى فيه خيرات يا عم. عارف انت الناس الفرافير اللي بيرموا العظم من غير ما يمصمصوه دول؟ بالمناسبه ده ب 450 بينزل معاه 2 سايد، يعني رز بقى، بطاطس، سويت كورن بتاع، وصوص اللي هو صوص الهكري ده. 450 يعني ممكن يخش فيه 2 بسهوله يعني. الفراخ اللي اتدخنت 12 ساعه في فرن على الحطب تختلف تماما عن اي فراخ ممكن تكون كلتها مشويه بقى، مقليه، مسلوقه. ليه؟ تعالى يا احمد، لازم نعمل كده. افتح اوريك القوام من جوه، لان ولا طعم ولا قوام ولا بصي الحراق او ده لازم يتاخد كده اهو، لازم، ملوش حل. ومش هحطه في اي حته عشان عارف ان في هنا طعم ابن لذينه. بص يا جماعه، دي فراخ فريش حلو كده، فراخ فريش زي اللي احنا بناكلها حلو. انما اولا طعم التدخينه، ثانيا عدد الساعات الكتير ده بيخلي قوام الانسجه وتسويه الانسجه مختلفه تماما. فانت بتاكل فراخ مختلفه تماما عن طعم الفراخ اللي احنا بناكلها. في ملحوظه تانية متخصصه شويه، علشان تطلع بلون الفراخ باللون الفاتح ده بعد ما فضلت فتره كبيره جدا في الفرن. انتوا عارفين حاجه لما ممكن تقعد فتره كبيره تلاقي بتغمق شويه عشان تطلع بياض كده، ده بيبقى شغل شيف بقى يعني. ده بيبقى تتبيله معينه بيحطوها في برايم كده، بيبقى فيه يعني. المهم ان انت دي صنعه يعني، عشان توصل بعد التدخين للون ده فعلا صنعه. ده بقى اللي يتمسك له طبق. ايه ده بقى يا جماعه؟ ده بص الزبده اللي وقع منه، بص ده حاجه اسمها تشيكن كيف. ده فراخ وفي جوه زبده، وانا بحبه لان انا كنت باكله عند مطعم زمان وانا صغير وكنت بموت فيه. ده بيتاكل ازاي؟ دي المفروض رول الفراخ وفي جوه زبده، المفروض انها سايحه. ده بيتاكل ازاي؟ بيتاكل كده اهو، كده اهو، لازم يطلع فوق كده اهو. طب انا عايز اوريكم واحده افتحها لكم. بص تعالى يا احمد. طب ده ايه؟ تعالى. الله الله، امال ده بقى يروح هدر كده. التشيكن كريف وحشني. ده ساندويتش شورت ليبس. شفت الشورت ليبس اللي من شويه دي؟ ده بقى معمول في ساندويتش عشان الناس اللي ايه مش عايزه بس ده لازم نعمل الحركه دي برضه. اوبس. ده ساندويتش الابطال. ده مش الناس العاديه ممكن تاكل ده ساندويتش الابطال. ده حته لحمه. فانا عايز اخش اقعد جوه والله العظيم يعني. انا لو عشت جوه بعيد حياتي في المكان ده انا كنت سعيد جدا. تعالى يا احمد. يا نهار ساندويتش. مش ساندويتش، انت ظلمنا يعني. ما ينفعش نقول عليه ساندويتش. عايزه كده ولا كده؟ كده ماشي يا عم. تعالى يا احمد. في بصل مكرمل وهلبينو وخيار مخلل والبتاع الحلو قوي ده. احييكي. تعال ناخد قطمه كمان يا احمد. تعال. الساندوتش ده اسمه سماش بريسكت. يعني ايه؟ اولا ده عيش بريوش يا جماعه، عيش بيبقى مستحمي جدا يعني. ده لو اتاكل لوحده مع الشاي بلبن يبقى تحفه. وده سماش برجر اللي تحت ده، ومتقطع عليه نساير بريسكت يعني. من الحته دي بص من الحته دي قطعنا عليه بص نساير اللحمه على البرجر نفسه. فانت يعني بتاكل ساندوتش في منتهى الرقي والفخامه. وده بصل يا جماعه صح؟ بصل. ايوه بقى، احنا نعمل كده اهو.
بس ده ساندوتش برضو لازم يحترم، يعني لازم تتعامل معاه مش زي اي ساندوتش يا جماعه. يعني ده برجر وعليه بريسكت، فالموضوع مش سهل كده يعني. يعني يا جماعه فخامه البرجر وفرمه البرجر مع فخامه البريسكت، مع بيني وبينكم الاضافه اللي انا عملتها الطعم بتاع السويت كورن يا جماعه، رقي ما بعده رقي. والله يبقى قشطه. ميت اوفر دوز اللي قاعده فيه لطيفه قوي، شيك قوي. احنا زي ما قلت لكم احنا الفرع اللي انا فيه في التجمع الاول، محور السادات عند بنزينه شيل اوت. احنا عندنا فرع كمان في الساحل الشمالي عند مدخل قريه سيشل. عندنا خصم في ميت اوفر دوز لحضراتكم الكتيبه المزاجنجيه 15% لمده اسبوع من النهارده. تعالوا اطلبوا يعني اللي مزاجهم زي مزاجي يطلب الشورت ريبس عندهم تحفه، وتدعوا لي. بس كده، كان معاكم مصطفى محمود وبرنامج مزاجنجي. واوعوا تشتروا منتجات بتاعت الناس اللي احنا مش بنحبهم وهم بيحبونا، واشتروا منتجات بتاعت حبايبنا المصريين والعرب واخواتنا وكده. يلا بقى، السلام عليكم. التشيكن وينجز دي بقى لاحمد، بقى احمد هديه مني ليك التشيكن وينجز دي.